اليوم ماناش نحكيو على فيلم رعب ولا على مسلسل من نتفليكس. اليوم نحكيو على رعب حقيقي ساير في نابل، تحديدا في حي حشاد من منطقة بوعرقو، وين زائر غريب يرعب النساء ويدخل للديار في الليل حسب ما نشره الصحفي منتصر ساسي. النساء قالوا انه الشخص هذا يتسلل في ساعات متأخرة ويستغل الظلام ويتحرش بهم قبل ما يهرب، وخلق حالة خوف كبيرة خاصة عند النساء. بعض النسوة استنجدوا بالأمن، واحدة منهم قالت انها تعرضت لمحاولة اعتداء جنسي. الناس ما تعرفوش شكون ولا كيفاش يدخل للديار ويتنقل فيها من غير ما حد يفيق بيه. الشيء هذا زاد قلق الأهالي وخلاهم يعيشوا في خوف، خاصة مع وجود صغار وبنات في الديار. النساء طالبوا بتكثيف الحراسة في المنطقة وتسريع التحريات باش يتوقف الرعب هذا. الجهات الأمنية بدأت التحقيق، والناس تطالب بتعزيز الدوريات الليلية والإبلاغ الفوري على أي تحركات مشبوهة لين تتكشف الحقيقة وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة. نعرف برشا منكم صعيب عليهم يصدقوا الحكاية هذه، أما الشهادات موجودة والخوف حقيقي ويعيشوا فيه نساء الحي كل ليلة. شنو رأيكم؟ تصدقوا اللي صاير ولا تشوفوه مبالغ فيه؟